السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين والمشاهدات الكرام، نتمنى من الله كلشي يكون بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وطول العمر وباش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي نتوما وجميع المسلمين فيما كانوا. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو ديال الكرشه ديال الغنمي على الطريقه ديالي. نتمنى من الله نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وتقبلوا علينا وانتم معنا. بسم الله على بركة الله، نبداو الفيديو ديالنا على الصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحبه اجمعين. بسم الله على بركة الله. ندوزو لطريقة التحضير والمقادير وانتم معنا، خليكم معنا ما تمشيو فين وتابعونا. نتمنى من الله تشاهدوا الفيديو حتى الاخر باش كلشي يستافد، علاش لا نستافدوا كاملين. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القدام اللي التحقوا عندنا في القناة فكرة الطبخ، وشكرا لكم على المشاهده، شكرا لكم على الكلام الزوين اللي كتقولوا في حقي، وشكرا لكم على التعاليق ديالكم الزوينه الصراحه اللي كتعطينا الطاقه ايجابيه. ونتمنى من الله تبارطاجيو لينا الفيديو وديروا لنا جيم، هذه افضل منكم ليس امرا كما قلت لكم. وهذه هي الطريقه ديالي، نتمنى من الله تكون من الاعجاب ديالكم. الصراحه غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي، ما تبارك الله ما شاء الله، راه كل امراه حادقه في دارها. تحيه للمراه مسلمه فيما كانت، وتحيه لخوتنا واخواتاتنا فيما كانوا، خوتنا من الاسلام، المشاهدين العزاز الغالي الكرام. ايوا راكم في القلب، نتمنى من الله ما تنساوناش وتابعونا. وهذه هي الطريقه ديالي غنشاركها معكم، غير صدقوني وجربوا. بالنسبه للبنات المبتدئين والوليدات كل كنتعلموا، حتى واحد ما تزاد من كرش مو معلم. انا متاكده الا تابعتوا الطريقه وشاهدتوا الطريقه اللي شاركتها معكم، واخا عمركم ما طيبتوا الكرشه غادي تصدق لكم. هذه هي الطريقه ديالي، سواء ديال الغنمي ولا ديال البقري. بعد عفوا ما غسلت الكرشه ديالي مزيان بالماء والخل والحامض والملح. الحامض كنحكو بالجلود ديالو، قطعتها وغسلتها مزيان وشللتها بالماء طايب وخليتها تسقطر. زيت البصله كبيره ولا جوج بصلات حكيتهم ضفتهم في الطنجره هما الاولين. ضفت مطيشه محكوكه وربعه دروز ديال الثوم حتى هما محكوكين. هاد الورقه ديال سيدنا موسى، ورقه ديال اليزير، راس معلقه ديال الكمون وراس معلقه ديال البزار صغيره، راس معلقه ديال المروزيه، شويه ديال السمن الحار والزعفران الحور اللي عنده. اللي ما عندوش يضيف غير ضمه ديال الزعفران، اللي ما عندوش يستغنى عليه. انا بالنسبه لي انا ما كانوش موجودين عندي، استغنيت عليهم ماشي مشكل. وهذه هي الطريقه باش كيطيبوا الكرشه في العرسات. الصراحه غير صدقوني كتجي يا سلام رائعه، ما نقولش لكم كي كتجي. هادو هما التوابين اللي كنضيف. جوج معالق ديال الخل البلدي مصايب على اليد ديال الدار، اللي عنده اللي ما عندوش يستغنى عليه ماشي مشكل. معلقه ديال الشكونشبير مع عمراش، معلقه ديال الخرقوم عواد، ديال القزبر حبوب، راس معلقه ديال الكمون، ديال القرفات، ديال المروزيه، ديال البزار راس معلقه صغيره، وشويه ديال عفوا الكاس العنبه مع مرش ديال الزيت الروميه، مخلط بين الزيت الروميه والزيت العود، وشويه ديال عصيره الحامض. غادي نقفلوا على الطنجره ديالنا ونخليوها حتى كتغلى مزيان، عفوا حتى كتشحر لينا مزيان. غادي نمرقوا بالماء طايب ونخليو الطنجره حتى كتصفر لينا الكوكوط. غادي نسدوا عليها ساعه ونص، ساعه ونص ولا ساعه الا ربع، عفوا ولا ساعه وربع هكاك، على حسب نتوما الطنجره ديالكم، على حسب الكرشه كتبغي شويه كتاخد شويه الوقت في الطياب، باش يلا طيب لكم هذيك المريقه. وتنقصوا البوطه باش ما تطيبش على بزاف، تشرب لكم الا جهدتوا البوطه بزاف كتشرب لكم المرقه وكتبقى هي قاصحه. اما حسن نعطيوها وقتها في الطياب ونقصوا البوطه. هذه هي الطريقه ديالي باش كنضوي. ولا ردوها في الفخار لكم الاختيار، ولا ردوها كما قلت لكم فوق الفخار. المهم هذه هي الطريقه ديالي، نتمنى من الله تكون من الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من التعاليق ديالكم، ما تنساوناش من جيم، بارطاجيو الفيديو ديالنا مع احبابكم مع معز عليكم. صراحه هذه افضل منكم ليس امرا، نديو غير رحمه الوالدين ونستافدوا كاملين، علاش لا. ومرحبا بكم. وبعد ما طابت لينا الطنجره ديالنا غادي نضيفوا عليها الزيتون، كنشلو حتى هو بالماء، الزيتون والحامض كنشلو بالماء طايب، وكنخليو داك الطنجره ديالنا ما كنقفلوش عليها، كنخليوها حتى كتقلى وتختار لينا ديك المريقه. كندوزو للطبق ديال التقديم. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، تبارك الله ما شاء الله. كيجي لا من المنظر لا من المذاق، يا سلام واحد المريقه يا سلام، ما شهيتكمش حقكم في الجنه. ونتمنى من الله تكون من هذا الفيديو يكون من الاعجاب ديالكم. والصراحه هذا الطبق يستحق منكم التجربه. نتمنى من الله تجربوا وتردوا عليا في التعاليق ديالكم الزوينه كيف جاتكم بحالكم، كيف جاكم عفوا. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، وبالسلامه عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الهنا وراحه البال.
شكرا لكم على المشاهدة. السلام عليكم.